سهولة التواصل مع العميل وكمان خدمة ما بعد البيع بتأثر بشكل كبير جدا على نجاح الستور بتاعك وكمان على زيادة المبيعات وإن أنت تضمن إن العميل ده هيكون عميل دائم ويرجع يشتري منك مرة تانية. وده اللي هنشوفه مع بعض في فيديو النهارده. طيب زي ما انتم شايفين قدامكم طبعا نفس المنصة انا اتكلمت عنها كتير واتكلمت عنها في فيديوهات كتير لان هي احسن وارخص منصة ممكن تبدأ فيها في مجال التجارة الالكترونية او الاي كوميرس. طيب زي ما انتم شايفين كده انا هجرب على الستور بتاعي الشخصي اللي بالفعل شغال وبيجعل لي مبيعات ومن اسبوع تقريبا لان انا وقفت اعلانات اصلا جالي 15 اوردر. ولو جينا مثلا خلينا نقول الشهر مثلا جبت فيه 50 اوردر، ولو جينا نقول السنة عشان يجيب لنا الشهر ده والشهر اللي فات زي ما انتم شايفين كده 107 اوردر، يعني احنا عندنا 100 اوردر وكمان غير الطلبات الغير مكتملة اللي هي 161 اوردر انا كنت ممكن اجيب منهم اوردرات لان انا للاسف برضو مش قادر اتابع الستور ده بشكل كامل لان انا عندي حاجات تانية وبعمل كل ده بجانب الشغل الاساسي بتاعي. فزي ما انتم شايفين كده ان الستور شغال، ولكن بقى لو ضفنا الحته دي هنقدر نعلي المبيعات دي كمان وهنقدر نجيب ارقام كتير قوي من الارقام اللي هي الغير مكتمله دي، لان سهوله التواصل مع العميل بتحسن جوده الستور وكمان بتضمن ليك ان العميل ده هيرجع ليك تاني، لان لو حصل معاه مشكله هيجي لك يقول لك على المشكله ولو حلتها له هيبقى العميل دايم معاك، فاهم؟ فده اللي بيحسن من جوده الستور. طبعا ايزي اوردر للاسف ما بتضيفش الميزه دي، ولكن احنا في الفيديو بتاع النهارده هنضيفها مع بعض وبطريقتين كمان. لان لو احنا لاحظنا في اي ستور عالمي او اي ستور بروفيشنال بندخل عليه بنلاقي دايما كده تحت على الجنب في ايقونه كده عماله تتحرك، سواء مثلا واتساب سواء فيسبوك سواء مثلا لايف شات والحاجات دي كلها. طبعا ده عشان يسهل التواصل مع العميل، فده اللي احنا هنتكلم عنه في فيديو النهارده واللي هنضيفه مع بعض. فركز معايا في الفيديو، سهل وبسيط ومش هتحتاج اي حاجه، وهتلاقي الكود كمان اللي انا استخدمته في الفيديو بتاع النهارده موجود تحت، وكل المنصات وكل اللينكات اللي انا استخدمها هتلاقيها تحت في الديسكربشن. طيب اول خطوه ان احنا نضيف مثلا لينك الواتساب بتاعنا بكل بساطه كده. طبعا هتلاقي الكود تحت زي ما انا قلت لك. كل اللي عليك تعمل انت بعد ما تيجي على منصه ايزي اوردر تخش على قسم الاعدادات وتنزل تحت كده شويه لحد اعدادات المظهر. تمام. بعد اعدادات المظهر بقى يا باشا هتخش على حاجه اسمها يو بلوكس، يو اي بلوكس. تمام. طيب زي ما انت شايف كده في اكواد برمجيه موجوده، وطبعا دي الخدمه دي انا بقدمها، لو عايز تتواصل معايا هتلاقي لينك الموقع بتاعي تحت. فزي ما انت شايف كده كل اللي عليك تيجي ان انت تيجي تضيفه في اي مكان، بس الافضل يكون في الفوتر، فاهم؟ فنيجي تاني نرجع كده ونقول من الاول اعدادات. تمام، بعد كده اعدادات المظهر وبعد كده يو اي بلوكس، وتنزل تحت يا باشا خالص كده لحد اسفل الفوتر وتضيف هنا يا باشا اللينك اللي انا سيبه لك تحت في الديسكربشن. زي ما انت شايف كده اللينك كامل واتساب وممكن كمان بالعربي عشان تعرف هو بتاع ايه. طيب انت عايز تغير رقم تليفونك، يعني انت مثلا عندك رقم معين مخليه للستور ده عايز تغيره، بسيط. كل عليك تعمل تيجي هنا زي ما انت شايف كده في اول سطر هنا في كود كده، هتيجي تقوم عامل ديليت لكل ده وتكتب الكود مثلا اللي انت عايز، الرقم اللي انت عايز تكتبه، خلينا نخلي 11 رقم مثلا. وبعد كده تعمل يا باشا حفظ، ولو جينا نعمل ريفرش زي ما انتم شايفين كده مفيش اي حاجه خالص اهو، زي ما انتم شايفين ننزل نطلع مفيش اي حاجه. ولكن لو جينا عملنا ريفرش زي ما انتم شايفين كده الايقونه ظهرت تحت على الجنب كده. طيب لو جينا ضغطنا عليها بقى هتلاقي فتح لنا الصفحه دي، ولو ضغطنا اوبن تو شات هيفتح لنا الشات بتاع الواتساب باللينك بتاعنا. دي اول خطوه زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله. طيب عايز تضيف الايقونه دي بانيميشن هتلاقي سايب لك كود تاني برضو تحت في الديسكربشن، هتعمل نفس الخطوات مش هتعمل اي حاجه غير ان تغير الرقم، وهتلاقي الصوره دي بتتحرك ويلاقي انيميشن كده بسيط وسهل علشان يكون ملفت للانتباه. ودي كانت اول خطوه معانا. تاني خطوه معانا هي خطوه اللايف شات. عايز اضيف لايف شات ومش عايز ادفع فلوس كتير ولا عايز ادفع اي ربع جنيه، بسيط. ركز معايا في الفيديو واقول لك ازاي تعمل. كل اللي عليك تيجي ان انت تخش على مثلا ويب سايت جديد كده يا باشا هنا وتكتب فري بالانجليزي طبعا، هتلاقيني اللي سيب لك برضو اللينك بتاع الموقع ده في الديسكربشن، لايف شات فور ويب سايت. وتنزل تحت كده شويه سيبك من ده كله وتعالى على هتسيبك يا باشا من كل النتائج دي وتيجي على اللي هو علامه العصفوره دي زي ما انتم شايفين كده ان هو 100% فري. طيب وبعد ما تخش على الموقع بقى يا باشا كل اللي عليك تعمله تيجي هنا على جيت ستارت وتبدا من هنا تدخل البيانات الخاصه بيك. انا هدخل كل البيانات وارجع لكم. طيب بعد ما بتدخل بقى له البيانات اللي هو طلبها منك هنا بيقول لك الخدمات اللي هو بيقدمها. احنا عايزين مثلا لايف شات نضغط عليها ويقول لك هنا اكتب الادرس او مثلا العنوان بتاع الويب سايت بتاعك. كل اللي عليك تعمله ترجع الويب سايت بتاعك من هنا وتيجي هنا فوق تاخد ده كوبي اي لينك عادي حتى لو كان اللي هو بتاع ايزي اوردر عادي، مش مفيش اي مشكله، وتضيفه هنا. بس خلي بالك بقى تشيل اللي هي دي لان هو بالفعل بيكون حاطط صوره، فانت شيل دي. تمام، او تعمل كده وتقوم حاطط كله على بعضه وتقوم عامل نيكست. هو بيقول لك الاسم ده
فانت تعمل نيكست، وبعد كده بيقول لك اختار هنا الالوان بقى ان انت تظبط الدنيا، عايز تحط اللوجو بتاعك تحطه، عايز الالوان تغيرها من هنا تغير، تظبط الدنيا، عايز تغير الرسائل من هنا تقول مثلا اقدر اساعدك ازاي، خلينا نكتبها بالعربي. زي ما انت شايف كده، عايز مثلا تضيف اسئله مثلا معتاده اتسالت ليك كتير ممكن تضيفها هنا. المقاس مثلا، طبعا انا بكتب مثلا مثال بس عشان تفهم الدنيا، فاهم؟ عايز تفاصيل، وزي ما انت شايف كده كله بيظهر هنا. بعد كده لو عملنا مسج جديد ونكتب هيظهر لك برضه، فانت ظبط براحتك يا باشا، شوف الاسئله اللي انت معتاده اللي اتسالت ليك كتير وظبط الدنيا كلها من هنا. طيب لازم تعرف حاجه برضه، ان هو الخدمه دي فري يعني ببلاش، ولكن هيفضل دايما محطوط اللوجو بتاعك، ولكن كشخص لسه بيبدا في الاول ما اعتقدش ان هي هتفرق كتير قوي معاك او هتعمل لك مشاكل، فاهم؟ لحد ما طبعا ربنا يكرمك وبعد كده تستخدم خدمه مدفوعه عشان تشيل اللوجو بتاعها، او تدفع الخدمه دي وتشيل اللوجو بتاعها. بعد ما بتظبط الالوان، تشوف الالوان انت تمام، مثلا البراند بتاعك له لون معين مثلا اخضر، فانت بتعمله اخضر، وبعد كده تعمل نيكست، ويقول لك هنا خد كوبي لللينك ده عشان اوريلك هنحطه فين، وبعدين نعمل نيكست، ويقول لك استنى بقى، هنا لازم تستنى ترجع بقى للويب سايت بتاعك من هنا وتخش على اضافة كود للهيدر، وبعد كده تنزل تحت تعمل كده وتعمل كوبي هنا وتنسخه وتعمل له لاسك هنا، فاهم؟ انت تحطه في المكان ده وتعمل سيف، وبعد كده يا باشا نرجع هنا ونشوف هيظهر معانا ولا لا. زي ما انتم شايفين كده ظهر معانا، طبعا هو ظهر فوق الايكون بتاع الواتساب، عشان كده لازم تضيف واحده من الاثنين، ما ينفعش تضيف الاثنين مع بعض. تعرف تضيف الاثنين، ولكن هنخلي الايكون بتاع الواتساب مثلا فوق او على الناحيه التانية، فعشان انا بسهل عليك الدنيا، فاهم؟ احنا لسه بنقول يا هادي، فاهم؟ فزي ما انت شايف كده ظهر معانا اهو، وبيقول لك الرساله اللي احنا كتبناها المقاس عايز تفاصيل اكتر، لو ضغطنا عليه وبعد كده نعمل هنا نرجع نعمل نيكست اللي هو تمام، هو بيقول لك اهو ان هو كونكتد يعني اللي انت اتصلت يعني تمام شغال. بعد كده نعمل هنا سكيب ونعمل سكيب لان احنا مش محتاجين الحاجات دي كلها، ويقول لك تمام تيكاتور، زي ما انت شايف بيفرجك بقى على المنصه والحاجات دي كلها، فهنعمل دان وخلاص. طيب زي ما انت شايفين كده ظاهره معانا بالانجليزي، عايز اغيرها للعربي بسيطه يا باشا، تعالى تحت هنا كده واختار من هنا اللغه واختار العربيه، وزي ما انت شايف ان المنصه متوفره باللغه العربيه برضه، يعني انت شايف كده انا بسهل عليك كل حاجه، فاهم؟ مش عايزك تشوف مشاكل في الانجليزي ولا اي حاجه، ظهرت معاك بالعربي. طيب خلينا نجرب نعمل تجربه كده نشوف هل شغال، هتجيلنا الرساله ولا لا، او لو هتجيلنا ازاي. طبعا المنصه فيها الابلكيشن بتاعها، يعني لو حبيت تنزل الابلكيشن او التطبيق بتاعها علشان تتابع الرسائل والحاجات كلها من التليفون برضه مفيش مشكله، كل عليك برضه تقدر تعمله بكل سهوله يعني. طيب هنرجع بقى على الويب سايت بتاعنا ونعمل مثلا المقاس، زي ما انتم شايفين كده ظهرت لينا فوق كده. طبعا انا للاسف مش مفعل الصوت بتاع الكمبيوتر، لكن هيظهر ليك صوت كده يبدا يزن. وبعد كده لو رجعنا هنا وجينا فوق هنا مثلا زي ما انت شايف كده جالنا المقاس اللي احنا بعتناه من هناك. طيب خلينا نرجع تاني ونعمل تجربة تانية. ازيك عامل ايه؟ انت اجمل واحد. زي ما انتم شايفين كل الرسائل اللي انا ببعتها هناك بتجيلي هنا. طيب عايز بقى انا ارد على الشخص ده اعمل ايه؟ كل عليك تحت تعمل انضمام الى الدردشه. طبعا لو في مثلا كذا واحد شغال معاك طبعا بتضيفه من طريقه تانية، ولكن انا بتعامل معاك على انك شخص لسه بيبتدي، فالحاجات دي مش هشرح لك دلوقتي علشان ما صعبش عليك الدنيا، فاهم؟ فبعد كده لو انت لوحدك يا باشا بتعمل الانضمام الى الشات وتقول له مثلا لو رجعنا هنا هنلاقي رساله زي ما انتم شايفين بالاسم بتاعي فوق اهو. فزي ما انتم شايفين كده بيظهر ليك البلد اللي بيتكلم منها، الاي دي مثلا بتاع الكمبيوتر، البيج اللي جاي منها، كمان الوقت الشات ده او مثلا المحادثه دي فضلت قد ايه مفتوحه، فاهم؟ يعني الناس بتتكلم مع بعض فضلت قد ايه، فاهم؟ فقدرت تتابع كل حاجه من هنا. طيب خلينا نرجع للمنصه الاساسيه
بعد ما بترجع بقى للصفحة الرئيسية، طبعًا الموقع كبير أوي وفيه حاجات كتيرة أوي وتفاصيل كتيرة أوي مش هنخش فيها دلوقتي، لإن أنت ما يهمكش كل ده كشخص لسه بيبتدئ، لإن أنا زي ما قُلت لك أنا باكون موجه كل حاجة للناس اللي لسه بتبتدئ، لمّا إن شاء الله مستوانا يتحسن ويبقى عندنا خبرة، هنبدأ نتعمق ونشرح كل حاجة لحد ما تبقى professional. حاجة تانية مهمة طبعًا لازم نعملها زي ما قُلت لك، أنت ممكن تحمّل التطبيق أو الapplication عشان تقدر تتابع حتى رسايل وتنضم الرسايل والحاجات دي كلها من التليفون بتاعك. كل اللي عليك تيجي هنا على الجنب، تنزل تحت خالص في حاجة اسمها install mobile app، تضغط عليها هيقوم ظاهر ليك يا باشا زي ما أنت شايف كده الQR code، هتقوم عامله scan والحاجات دي كلها، هيفتح ليك على طول التطبيق سواء كنت أندرويد أو iOS، يعني هو متوفر على الأيفون وعلى الأندرويد التليفونات العادية. وتبدأ تسجل بقى بنفس الحاجات اللي إحنا سجلنا عليها، وبعد كده يا باشا تقدر تتبع الرشايل والشتات اللي بتيجي لك على الستور بتاعك وتبدأ ترد عليها، وتحاول تسهل التواصل بين العميل وبينك علشان كمان يفضل معاك loyalty على طول موجود، يرجع ليك لو حصل حاجة، وأنت كمان تكون موجود دايمًا وتشوف إيه الأخبار، في حاجة عايز تتحسن والحاجات دي كلها. بس كده يا سيدي فيديو النهارده يكون خلص، فيديو قصير لطيف خفيف كده علشان برضه نحسن ونحاول نحسن من جودة الستور بتاعنا، وأساعدكم إن أنتم تكونوا ناس professional في الآخر. الأيام دي أنا بافكّر أعمل كورس طبعًا مدفوع، لإن أنا هاقدّم ليك قيمة حرفيًا في كل حاجة، هاقدّم ليك تحسين للstore بتاعك، إزاي تضيف أكواد برمجية تحسّن من جودة الstore تخلّيه professional، ما يتحسّش إن هو أنت مستخدم منصة بدائية علشان تعمله والحاجات دي كلّها، وطبعًا الحاجات دي كلّها ما أقدرش أخلّيها مجانية، ولكن هتكون بسعر رمزي. فأنت قُل لي إيه رأيك؟ أعمل كورس مصغّر كده ياخدك من الأول من حد واحد ما يعرفش أي حاجة، لحد شخص professional يعمل 100 order في أقل من شهر، وكمان في أقل من أسبوع، وأعرّفك كل التريكات والحاجات دي كلّها، والّا لأ؟ هاستنى رأيك تحت في التعليقات. لو عوزت أي حاجة من الخدمات اللي أنا باقدّمها هتلاقي لينك الويب سايت تحت، باقدّم كل خدمات تحسين الstore، استشارات، marketing أو مثلًا ads والحاجات دي كلّها. لو عوزت أي حاجة أو عايز حتى بس تتواصل معايا هتلاقي اللينكات تحت في الdescription. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.